في أعماق الريف الياباني بطلنا ميناتو الطفل اللي عنده 5 سنين بيساعد جده يرتب شوية حاجات في بيت العيلة القديم. هو كان شايل قصص الورد بحماس وراح يحطها عند المقام الصغير اللي موجود جوه البيت. وفي الوقت ده كانت في بنت صغيرة شكلها غريب بتلعب بالكورة في أوضة تانية، لكن ميناتو ما كانش واخد باله منها خالص. نفذ كلام جده وحط قصص الورد تحت المقام، وبعدها حط كيسين حلويات قدامه. ولما وقف يصلي جنب جده سمع صوت البنت وهي بتجري من وراه، فلف بسرعة عشان يشوف مين اللي هناك، لكنه ملقاش أي حد. رجع ميناتو يبص ناحية المسبح، لكنه اتفاجئ إن الحلويات اللي حطها في ثواني اختفت تماما. فبص لجده باستغراب وسأله: أنت لحقت تاكل الحلويات كلها بالسرعة دي إزاي وأنت أصلا عندك سكر؟ لكن قبل ما جده يرد عليه ميناتو لف وراه وشاف البنت المرعبة اللي شكلها شبه العروسة وهي بتجري بعيد. البنت وقفت للحظة ولفت ناحيته وابتسمت وهي بتشكره، وبعدها اختفت في الهواء قدام عينيه. ميناتو اترعب واتمسك في جده عشان يحس بالأمان، لكن الغريب إن جده كان مبسوط جدا لأن حفيده أخيرا بقى قادر يشوف الأرواح اللي الناس العادية مش بتقدر تشوفها. جده قال له إن في الوقت الحالي بيقدر يشوف الأرواح الطيبة بس، وده لوحده أكتر من كفاية. ميناتو سأله عن البنت الغريبة اللي ظهرت من شوية، فجده وضح له إنها روح حارسة البيت وإنها عايشة في المكان ده من مئات السنين، وطلب منه ما يتعصبش منها لو سرقت منه شوية حلويات من وقت للتاني، والأفضل إنه يشاركها الحلويات بنفسه. وبعدها قال له إنه عندها موهبة نادرة جدا، معظم الناس أصلا ما يعرفوش إنها موجودة، وإن الموهبة دي في يوم من الأيام أكيد هتساعده. وبعد مرور 15 سنة ميناتو كبر وبقى شاب، وقدر يحصل على أول وظيفة ليه، وكانت وظيفته إنه يبقى مسؤول عن رعاية بيت مهجور. نزل ميناتو من الأتوبيس في قرية بعيدة كلها خضرة وحقول أرز ممتدة على مد البصر. مسك الخريطة اللي رسمها بإيده وفضل ماشي وسط القرية الهادية والبطيئة لحد ما وصل للمكان المطلوب، وهناك لقى قدامه قصر ضخم وفخم، لكن القصر كله كان محاط بهالة شريرة مرعبة. ميناتو افتكر إنه بيتخيل، ففرج في عينيه ولما فتحهم تاني اختفت الهالة من قدامه. علشان كده ما طولش في التفكير وقرب علشان يفتح البوابة، لكن أول ما الخريطة اللي مكتوبة بخط إيده لمست الهالة الشريرة الكلمات اللي كتبها بدأت تنور، وفجأة الهالة الشريرة اتبددت تماما. ميناتو حس بصدمة كهربائية خفيفة، لكنه افتكر إن السبب مجرد شحنة كهربائية ساكنة متجمعة في البوابة. الحاجة الوحيدة اللي استغربها فعلا إن خط إيده المكتوب على الورقة بقى باهت فجأة، وفي اللحظة دي هبت ريح قوية وخطفت الورقة من إيده وطيرتها ناحية الغابة. الورقة فضلت طايرة لحد ما خبطت في مقام منسي موجود تحت شجرة عملاقة، وبمجرد ما لمسته طهرت الهالة الشريرة اللي كانت محيطة بالمقام، والإله اللي كان ساكن جواه صحي من نومه العميق. في الوقت نفسه دخل ميناتو يستكشف البيت، واكتشف إن في جنينة كبيرة جدا وهتحتاج لحد متخصص عشان يقدر يشيل كل الحشائش اللي ملياها. وبعدها بدأ يفضي الصناديق وينظم حاجاته. هو في نفس الوقت كان بيكتب ملاحظات وقوائم بالحاجات اللي محتاج يعملها، وبيكلم والدته في التليفون كأنه محترف في عمل كذا حاجة مع بعض. ميناتو سأل والدته إذا كان فعلا أنسب شخص عشان يهتم ببيت بالحجم ده، فقالت له إن عم أبوه البعيد هو اللي بنى البيت ده عشان يعيش فيه بعد ما يطلع على المعاش، لكنه بات قبل ما يلحق يتقاعد وينتقل له، وعشان كده العيلة هي اللي بقت مسؤولة عن البيت. ميناتو سألها: طب ليه ما نبيعش البيت وخلاص؟ ده موجود في مكان ممتاز وممكن يجيب فلوس كتير. والدته ردت عليه وقالت إنهم فعلا جابوا كذا شخص عشان يعينوه ويشتروه، لكن كل واحد كان بيدخل يشوف ويرفض الشراء ويمشي من غير ما يقول السبب. بعد ما قفل المكالمة انشغل ميناتو بتنظيف البيت من غير ما يعرف إن الطاقة الشريرة اللي اختفت قبل كده رجعت تاني، وبدأت تتحرك ناحية الملاحظات اللي كتبها بإيده وعلقها على التلاجة. لكن أول ما الهالة الشريرة لمست خط ميناتو اتطهرت واختفت في نفس اللحظة. وبعد ما خلص تنظيف البيت خرج عشان يبص على الجنينة مرة تانية، لكنه اتفاجئ إن حد سايب له مجموعة من الزهور هناك. ميناتو احتار وما فهمش من اللي ممكن يسيب له هدية ترحيب بالشكل ده، وفجأة لمح وش مخلوق شبه الكلب مستخبي وسط الشجيرات، لكنه اختفى في لمح البصر. في اليوم اللي بعده اتصل ميناتو بجنايني عشان ينظف الحديقة، والراجل فعلا شال الحشائش كلها، وبعد ما خلص سأله إذا كان عاوز يزرع شوية ورد في الجنينة. ميناتو قال له إنه مجرد مسؤول عن رعاية البيت وما ينفعش ياخد قرار زي ده من نفسه، والجنايني اتحبط شوية لما سمع رده. وفجأة هالة شريرة ظهرت حوالين كتف الجنايني، فبدأ الراجل يشتكي ويقول إن كتفه بيوجعه بقاله أسبوع كامل. وبالصدفة في نفس اللحظة طارت ورقة مكتوب عليها بخط ميناتو ناحية الجنايني، وأول ما قربت منه طهرت الطاقة الشريرة.
وألم كتفه اختفى تماما. ميناتو افتكر ان الراجل ده اكيد عنده شوية مسامير مفكوكة في دماغه عشان بيتصرف بالطريقة الغريبة دي قدام شخص لسه ما يعرفوش، لكنه بعد كده لاحظ ان الكتابة اللي موجودة على الورقة بقت باهتة من جديد. وبعدها لقى عشبة برية محطوطة قدام باب البيت، فسأل الجنايني إذا كان هو اللي جابها، لكن الجنايني نفى وقال له إنه ما يعرفش عنها أي حاجة. وهنا ميناتو بدأ يسأل نفسه إيه اللي بيحصل بالظبط في البيت ده. وفي صباح اليوم اللي بعده لقى شوية توت بري متسابين قدام الباب، ولمح مخلوق بيقفز من فوق سور البيت ويهرب. المنظر ده فكره بالمرة اللي روح البنت الصغيرة سابت له فيها ورقة برسيم ب4 ورقات عشان تشكره على الحلويات. وساعتها فهم أخيرا للي بيحصل. ميناتو أدرك إن في روح هي اللي بتسيب له الهدايا دي، فقرر يجهز لها هدية هو كمان. راح بسرعة اشترى نبيذ وحلويات وحطهم قدام باب البيت، وفضل واقف بيسأل نفسه إذا كانت الروح هتحب الحاجات دي ولا لأ. وفي اللحظة دي الروح وصلت للمكان، وأول ما شمت ريحة الأكل اللذيذة كشفت عن شكلها الحقيقي، وظهرت على هيئة كلب أبيض ضخم ومهيب. روح الكلب رحبت بميناتو، لكن ميناتو اترعب لما سمع حيوان بيتكلم قدامه. الكلب اتضايق من ردة فعله وقال له بكل فخر إنه مش مجرد كلب بيتكلم، لكنه ياما أسطورة الجبل القريب. والغريب إن ميناتو أول ما سمع إنه أسطورة هدي فورا، لأن مقابلة أسطورة بالنسبة له كانت منطقية أكتر بكتير من مقابلة كلب بيتكلم. ياما اتصدم من هدوء ميناتو وعدم انبهاره بمقابلة أسطورة، لكنه كان مهتم أكتر بالحاجات اللي محطوطة قدامه. ميناتو قال له إنه اشترى الأكل والحلويات عشان يشكره على الهدايا اللي كان بيسيبها له، وياما بدأ فورا ياكل قطع اللحم المقلية ويستمتع بطعمها. ميناتو سأله إذا كان عايز يشرب شوية نبيذ، لكن ياما قال له إنه لسه بيستعيد قوته، وطبيب الأرواح منعه من شرب الكحول لحد ما يتعافى تماما. عشان كده ميناتو حطله شوية مية بدل النبيذ، وبعد ما ياما شربها شكره على كل اللي عمله معاه لحد دلوقتي. بعدها ياما بدأ يشرح له اللي حصل وقال له إنه لما ضاعف قوته الأرواح الشريرة بقت أقوى وسيطرت على القرية كلها، وقدرت كمان تقيده وتحبسه داخل المقام. لكن ميناتو ظهر وطهر الطاقة الشريرة كلها، وبكده حرره من القيود. ميناتو طلب منه يوضح أكتر لأنه مش فاهم عمل كل ده إزاي، فقال له ياما إن خط إيده بيطرد الشر وبيطهر الأرواح والطاقة الخبيثة. وفي اللحظة دي كل الحاجات الغريبة اللي حصلت بدأت تبقى منطقية بالنسبة لمياتو، لكنه ملحقش يستوعب الموضوع لأن الجنايني رجع فجأة عشان نسي أداة من أدواته في الجنينة. ميناتو اتوتر وبدأ يفكر هيشرح له إزاي وجود الكلب العملاق والفخم ده قدام البيت، لكنه اكتشف إن مفيش حد يقدر يشوف ياما غيره هو. بعدها لاحظ إن طبق ياما بقى فاضي، فقرر يصب له مية غازية بدل المية العادية. أول ما ياما دقها جسمه كله انتفض من الإحساس بالفقاقيع، لكنه في الحقيقة عجبته المية الغازية وتأثيرها الغريب على جسمه. وبينما ياما كان بيشرب، ميناتو سأله إزاي خط إيده يقدر يحارب الأرواح الشريرة. ياما سأله إذا كان في حد مدح خطه قبل كده، وساعتها ميناتو افتكر من زمان فعلا كان في شخص غريب يمدح خط إيده. أيام المدرسة ميناتو كان عنده واجب مدرسي، فصنع لافتة خشبية محفور عليها اسم مشروع الينابيع. وفي يوم من الأيام جه زبون غامض وقال له إن خط إيده مميز جدا، وطلب منه إن عمره ما يشيل اللافتة دي من مكانها. الراجل شجعه كمان إنه يصنع لافتات أكتر ويحطها في بيته، وطلب منه يعمل له لافتة هو كمان. أيام فهم إن الراجل الغامض ده أكيد كان عنده القدرة على رؤية الطاقة الروحية، وميناتو قال له إن كلام الراجل شجعه جدا، لدرجة إن صناعة اللافتات الخشبية بقت هوايته المفضلة من وقتها. وقال له كمان إنه صنع بالفعل شوية لافتات مخصوصة للبيت، فطلب منه ياما يركب واحدة على الباب الأمامي وواحدة على الباب الخلفي فورا. وبمجرد ما ميناتو علق اللافتات اتكون حاجز قوي جدا حوالين البيت كله. ميناتو اتفاجئ من اللي حصل، لكن ياما شرح له إن الحاجز ده هيمنع أي طاقة شريرة من الاقتراب للبيت. وبعد مرور كام يوم رجع ياما يزور ميناتو عشان ياكل شوية حلويات، لكنه وهو بياكل بدأ جسمه ينور فجأة. ميناتو بصله باستغراب وسأله إذا كان بيتطور زي البوكيمون، لكن ياما وضح له إن قوته بدأت ترجع بسبب ميناتو بيطعمه وبيحترمه باعتباره إله. أول ما ميناتو سمع كده قرر يعامله باحترام أكبر من المعتاد عشان يخليه ينور أكتر، لكن النور الأسطوري بقى قوي جدا لدرجة إن ميناتو ما قدرش يستحمله، فطلب من ياما يطفيه بسرعة. وفي نفس الوقت في جزء تاني من القرية كان في فريق من طارد الأرواح بيحارب مجموعة من الأرواح الشريرة داخل مخزن مهجور. قائد الفريق قدر يقضي على أغلب الأرواح، لكن واحدة منهم نجحت في الهروب واتجهت ناحية القرية الرئيسية. كبير طارد الأرواح جري وراها وكان قلقان إنها تهاجم ميناتو لأنه واقف في طريقها،
لكن المفاجأة إن الروح الشريرة أول ما خبطت على ميناتو اختفت واتطهرت في نفس اللحظة. طارد الأرواح اتصدم من اللي شافه وقرب من ميناتو وسأله إذا كان بخير، لكن ميناتو كان على وشك يعيط مش بسبب الروح الشريرة، لكن لأن قائمة المشتريات اللي كتبها بإيده اختفت منها الكلمات، ودلوقتي مش فاكر كان كاتب فيها إيه. طارد الأرواح ما كانش يقدر يشرح له حقيقة اللي حصل في الوقت الحالي، فقرر يساعده يفتكر المشتريات عن طريق لعبة التمثيل الصامت. بينما بقايا الروح الشريرة اللي اتطهرت تحولت لكرة فضية منورة وفضلت تتدحرج بعيده. وفي نفس الوقت في يوم من الأيام كان ياما قاعد لوحده في البيت ميناتو، ولما بص على الجنينة الفاضية والأرض البور حس إن شكلها المهمل ده إهانة شخصية ليه، فقرر يستخدم قوته ويجددها بنفسه. وفي صباح اليوم اللي بعده صحي ميناتو من النوم واتفاجئ إن الجنينة اتغيرت تماما. العشب الأخضر بقى مالي الأرض والبرك اتملت بالمية، والمنظر كله بقى يخطف العين. ميناتو انبهر بجمال وشكل ياما على الهدية الرائعة، لكنه لاحظ ان اله الجبل حجمه صغير بشكل واضح. ياما وضح له انه صغر لانه استهلك جزء كبير من قوته عشان يجدد الجنينة، لكنه طمنه وقال له انه هيرجع لحجمه الطبيعي في وقت قصير. لكن عدى كذا يوم وياما ما بقاش يظهر في بيت ميناتو، وده خلى ميناتو يقلق عليه جدا. وفي يوم ياما ظهر اخيرا، لكن المرة دي كان حجمه اصغر من الاول لدرجة انه رجع شبه الجرو الصغير. ميناتو بصله بصدمة وسأله انت استخدمت قوة قد ايه عشان ترجع جرو بالشكل ده؟ وقبل ما ياما يرد ظهر وراه 3 مخلوقات صغيرة شكلها خليط بين السنجاب والقنادس، وكانوا بيجروا وراه بسرعة. ميناتو اتخض وافتكر ان ياما كان بيقضي وقت لطيف مع زوجته الروحية وخلفوا شوية عيال أرواح، لكن ياما قال له يبطل تفكير غريب ووضح له انه استخدم قوته عشان يخلق أتباع صغيرين يخدموه. المخلوقات ال3 عرفوا نفسهم، الأول اسمه سيري والتاني توري والتالت أتسو، وميناتو قرر يحتفل بأول مقابلة بينهم ويقدلهم حلوى لذيذة. ال3 أكلوا الحلويات بسعادة وأعلنوا إن ميناتو بقى أحسن وأعز صديق ليهم في العالم كله. فضلوا ياكلوا كتير لحد ما ناموا على الشرفة من كتر الشبع، وفي الوقت ده كان ياما استعاد قوته ورجع لحجمه الأصلي. بعدها ياما حس إن في زائر جاي لميناتو، واتضح إنه نفس طارد الأرواح اللي قابله قبل كده. الراجل كان بيعرق بغزارة أول ما شاف الطاقة الأسطورية القوية المحيطة بالقصر. ميناتو رحب بيه ودخله البيت، والراجل عرف نفسه وقال إن اسمه هاراما وإنه بيشتغل طارد أرواح محترف. ميناتو ما كانش قادر يصدق إن طارد الأرواح موجودين فعلا، لكن هاراما قال له إن ميناتو نفسه عنده قوة أكبر من قوة أي شخص قابله في حياته، وفكره بالروح الشريرة اللي طهرها في السوق من غير ما يقصد. وبعدها قال له إن أعداد الأرواح الشريرة زادت جدا في الفترة الأخيرة، وعدد طارد الأرواح ما بقاش كفاية عشان يتعاملوا معاهم، وعلشان كده هاراما عاوز يشتري ميناتو شوية تعاويذ ورقية. لكن ميناتو رد باستغراب وقال له إنه ما عندوش أي تعاويذ. ياما وضح لميناتو إن هاراما يقصد أي ورق مكتوب عليه بخط إيده، وكشف له كمان إن القوة الروحية بتاعت طارد الأرواح مش كفاية عشان يقدر يشوفه. ميناتو قال لهاراما إن الحاجة الوحيدة اللي موجودة معاه حاليا هي قائمة المشتريات، وده خلى هاراما يبصله بصدمة لأنه مش قادر يصدق إن مجرد قائمة المشتريات كانت كفاية لطرد الأرواح الشريرة. لكن بما إن ده كل اللي ميناتو يعرفه عن قوته، قرر يصنع له شوية تعاويذ جديدة. مسك الورق وكتب عليه أسماء الممثلات الكبيرات المفضلات عنده، وهاراما شرق في الشاي لأنه كان متوقع يشوف تعاويذ غامضة أو كلمات سحرية مش أسماء ممثلات. لكن لما ركز في الكتابة اكتشف إن خط ميناتو بينور بطاقة روحية رهيبة، فقبل الورق بسعادة. هاراما طلع رزمة فلوس سميكة وقدمها له كأجر، لكن ميناتو رفض وقال إنه ملوش حق ياخد فلوس مقابل كلمات عشوائية كتبها على شوية ورق. هاراما أصر على موقفه وقال له يعتبر الفلوس دي دفعة مقدمة، ولما ياما طلب من ميناتو يقبلها بطل يعاند وخدها. ومع ذلك ميناتو كان لسه حاسس إنه بيضحك على هاراما، فقرر يقدم له حاجة إضافية ورسم على إيده نجمة خماسية عشان تجيب له حظ أحسن. وفي اللحظة دي جات لهاراما مكالمة من الوكالة بتاعته، فقام بسرعة وخرج عشان يساعد زمايله في مواجهة روح شريرة ضخمة شكلها شبه غوست فريك من مسلسل بن 10. زمايله حذروه قالوا له إنه حتى هو مش هيقدر يواجه روح بالقوة دي لوحده. ولما الروح هجمت عليه هاراما اترعب وافتكر إن نهايته وصلت، لكن فجأة النجمة الخماسية اللي رسمها ميناتو على إيده بدأت تنور، وفي لحظة واحدة الروح الشريرة اتبخرت واختفت تماما. وبعد مرور كام يوم كان ميناتو قاعد يحسب دخله ومصاريفه، والخلاصة إنه اكتشف إنه مفلس زي حال معظم الناس آخر الشهر. بص للسقف كأنه مستني حد ينزل يقوله يعمل إيه،
وبدأ يفكر في المبلغ الكبير اللي أخده من هرامة وإزاي صرفه بسرعة رهيبة، والسبب في كل ده كان ضيوفه وشهوتهم المفتوحة للحلويات الغالية. ميناتو بص على أتباع ياما التلاتة وهم بياكلوا خبز محشو بالكريمة، ولما شكروه قالوا إن الحاجات اللذيذة دي أكيد غالية جدا. ميناتو رد وقال لهم إنهم مش محتاجين يشغلوا بالهم بالسعر، لأنه عاوز يقدم لضيوفه منتجات بأعلى جودة ممكنة. وفي نفس الوقت كان ياما مستمتع بحلويات يابانية تقليدية من محل عمره 200 سنة، وطبعا سعرها كان نار. ميناتو ما كانش قادر يقول لضيوفه إن نهمهم هو اللي بيفلسوا، وفي نفس الوقت ما كانش يقدر يشتري لهم حاجات رخيصة، لأنهم أول ما بيشوفوا منتج جودته قليلة يزعلوا ويكشروا. ومن غير ما يعرف أي حاجة عن الأزمة المالية اللي سببها، فضل ياما مستمتعا بالحلويات لحد ما لاحظ فجأة وجود مخلوق غامض جوه بركة الجنينة. وفي اليوم اللي بعده خرج ميناتو عشان يشتري طلبات البيت من السوق، وقف قدام مقهى حاطط إعلان إنه محتاج عامل بدوام جزئي. ميناتو فكر يشتغل هناك عشان يقدر يشتري حلويات أكتر لياما وأتباعه، لكنه أدرك إن مرتب الوظيفة الجزئية عمره ما هيكون كفاية لتغطية كمية الأكل اللي بيطلبوها. هو فجأة شاف سحب جوائز بيتعمل في مكان قريب، فاشترى تذكرة عشان يختبر حظه. من أول لفة كسب الجايزة الأولى وحصل على 100,000 ين. كل اللي موجودين اتفاجئوا من حظه، أما ميناتو ففكر فولا إنه يقدر يستخدم الفلوس ده عشان يشتري نبيذ فاخر وعلى الجودة الياما. راح لمحل خمور تقليدي وهو بيفكر يشتري حاجة مميزة جدا، لكن أول ما دخل الموظفين رموا قصاصات الزينة في وشه واحتفلوا بيه، لأن اليوم كان الذكرى رقم 333 للافتتاح بتاع المحل، وميناتو كان الزبون رقم 333 في اليوم ده. باركوله قالوا له إنه كسب مجموعة نبيذ مميزة، بينما ميناتو نفسه ما كانش فاهم إيه اللي بيحصل حواليه. ولما رجع البيت كأن إيده مليانة بحاجات وجوايز تانية كسبها بسبب حظه الغريب. سأل ياما إذا كان الحظ ده نتيجة قوته، لأن اللي بيحصل معاه يحتاج إن الواحد يكون الابن المفضل عند السحرة، لكن ياما قال له إن دي مش قوته إنما قوة ضيف إلهي جديد. هو أشار ناحية سلحفاة واقعة فوق الصخرة من البركة، وكان على ظهرها جزيرة صغيرة. ياما قال لميناتو إن السلحفاة دي اسمها ريكي، وإنها واحدة من الوحوش الأربعة الأسطورية اللي بتجلب الحظ السعيد. ميناتو اتفاجئ إن عنده ضيف إلهي جديد، وسأل عن سبب مجيء السلحفاة الأسطورية للمكان. ياما قال له إن ريكي بيقول إن ميناتو ساعده قبل كده وإنه جه عشان يشكره. ميناتو استغرب وقال إن ريكي أكيد لخبط بينه وبين شخص تاني، لأنه مش فاكر إنه ساعد أي سلحفاة طول حياته. لكن ياما فكره بالروح الشريرة اللي طهرها بالصدفة في السوق، ووضح له إن ريكي كان أسير عند الروح دي، ولما ميناتو طهرها حررها معاه. وقال له كمان إن سلسلة الحظ العجيب اللي حصلت له بسببها السلحفاة الأسطورة. لكن ميناتو فضل مش مصدق، وفي اللحظة دي والدته اتصلت بيه، كانت بتتكلم بانفعال شديد وقالت له إذا كان يشترى تذكرة ينصيب قبل ما ينتقل للبيت الجديد، وإن النتائج ظهرت أخيرا، والمفاجأة إنه كسب 1,000,000 ين. وقتها ميناتو اقتنع أخيرا إن ريكي فعلا جاب له حظ خرافي، فنزل على ركبته وشكره. بعدها ياما قال له إن ريكي عايز يعيش في البركة الموجودة في الجنينة. ميناتو سأل ياما إذا كان موافق، باعتباره أول إله جه وسكن عنده، لكن إله الجبل رد وقال له إن دي جنينة ميناتو، وهو الشخص الوحيد اللي من حقه ياخد القرار. وطبعا ميناتو ما عندوش أي مشكلة إن إله الحظ يعيش معاه، فقرر يرحب بريكي باستخدام مجموعة النبيذ المميزة اللي كسبها. أول ما السلحفاة شافت زجاجة النبيذ اتحولت تقريبا لفلاش، وفي لحظة ظهرت جنب ميناتو مباشرة فصبلها النبيذ. ريكي بدأ يشرب ويستمتع جدا، وعشان يشكر ميناتو على المشروب الرائع قدم له شوية بذور مميزة. ميناتو فرح بالهدية وقرر يزرعها في الجنينة. أيام حذروا إن النباتات دي هتكبر وتبقى طويلة جدا، فلازم يختار لها مكان مفتوح. وميناتو نفذ كلامه، بعد ما خلص زراعة البذور سأل ياما أخيرا عن نوعها. إله الجبل اتصدم من غباء ميناتو، لأنه زرع البذور من غير ما يسأل الأول هي بتطلع إيه. والغريب إن ياما رغم انتقاده ليه رفض يجاوبه عن سؤاله، وقال له إنه هيعرف بنفسه لما النبات يكبر. وفي اليوم اللي بعده خرج ميناتو معاه شوية حلويات لياما، لكنه سمع صوت غريب بيسأل إذا كان ممكن ياخد منها هو كمان. ميناتو رفع عينه لفوق فلقى مخلوق قزمي لونه بنفسجي ومخلوق تاني لونه أحمر، والاتنين متعلقين بالمقلوب قدام باب البيت. ميناتو اترعب لما شافهم، لكن ياما طلب منه يهدى لأن الاتنين دول من أصدقائه القدام، وعرفهم له
البنفسجي اسمه ران إله الرعد، والأحمر اسمه فوجين إله الرياح. ميناتو كان عارفهم كويس لأنهم من أشهر السحرة في الحكايات الشعبية اليابانية. سأل ياما باستغراب إذا كان العفريتين الصغيرين واللطيفين دول هم فعلا الإلهين الأسطوريين، وياما أكد له إنهم هم. ميناتو رحب بيهم وقدم لهم شوية بسكويت، لكن أتباع ياما وصلوا وتعصبوا لأن البسكويت ده كان المفروض يبقى بتاعهم. ران وفوجين طلبوا منهم يهدوا وقالوا لهم إنهم أصحاب أبوهم. بعدها ياما سأل صديقه عن سبب مجيئهم، فقالوا له إنهم سمعوا إن المكان هنا مريح جدا فقرروا يجوا يشوفوه بنفسهم. ولما وصلوا اكتشفوا إن المكان كان حقيقي والمكان فعلا رائع. وبعد كده شافوا ريكي وهو بيشرب النبيذ، فسألهم ميناتو إذا كانوا عاوزين يشربوا هما كمان. الإلهان وافقوا بسرعة، وبعد ما شربوا كذا ازازة بقوا راضيين ومبسوطين جدا. فوجين قرر يشكر ميناتو على الحلويات والمشروبات ويسمح له باستخدام جزء من قوته. فرقع صوابعه وفجأة رياح قوية بدأت تلف حوالين ميناتو. ميناتو اتفاجئ وما فهمش ايه اللي بيحصل، ففوجين شرح له انه من اللحظة دي قادر على استخدام قوة الرياح. طلب منه يجربها، فواحد من اتباع ياما مسك ورقة شجرة عشان تبقى الهدف، بينما السحرة الاكبر منه قالوا له يتخيل نفسه هو بيخلق الرياح. ميناتو فرح جدا لانه اخيرا بقى عنده قدرة خارقة، لكن فوجين وياما قالوا له ان دي مجرد البداية وانه محتاج يتدرب كتير عشان قوته تزيد. ميناتو وعدهم انه هيتدرب ويستخدم القدرة دي في كنس اوراق الشجر الناشفة في الجنينة. وعلى الناحية التانية هاراما اتحول تقريبا لوان بانش مان بتاع طارد الارواح، وكل ده بفضل النجمة الخماسية اللي رسمها ميناتو على ايده. هاراما ما بقاش بيغسل ايده من ايام عشان يفضل محتفظ بقوة النجمة، لكن الرسم بدأ يبهت وقرب يختفي. وبرغم كل اللي شافه هاراما لسه مش قادر يصدق ان ميناتو قوي لدرجة انه صنع حاجة بالفعالية دي بمنتهى السهولة. وفجأة سمع صرخات واحد من طارد الأرواح، فجري بسرعة ناحية الصوت ولقى شاب مضغوط على الحائط ووحش شبحي مرعب بيحاول يهجم عليه. الشاب كان بيشتم زميلته ويطلب منها تعمل شغلها وتساعده، لكنها كانت مرعوبة ومش قادرة تتحرك من مكانها. الروح هجمت على الشاب الأشقر وهو استعد للعنة قاتلة كانت أكيد هتنهي حياته، لكن هاراما وصل في آخر لحظة وطرد الروح باستخدام واحدة من تعويذ ميناتو. الشاب الأشقر اللي اسمه أكيجو هلاحظ قوة التعويذة، وبعد ما المهمة انتهت أمر زميلته إنها تقول له كل حاجة تعرفها عن قوائم المشتريات اللي ظهرت مع هاراما فجأة وحولته لأقوى طارد أرواح في المنطقة. البنت ردت وقالت إن كل اللي تعرفه إن هاراما حصل على الملاحظات دي من شخص من فترة قريبة. أكيجو مسكها من هدومها ووصفها بالكسولة عديمة الفايدة، فقررت تضربه في أكتر نقطة بتوجعه، وسألته إذا كان غيران من هاراما عشان بقى أحسن منه بوضوح. كلامها عصب أكيجو جدا، والبنت استغلت الفرصة وجريت وهربت منه. أكيجو فضل واقف لوحده وهو بيلعن هاراما، وأقسم إن عمره ما هيسمح لنفسه يخسر قدامه مهما حصل. وفي بيت ميناتو نزلت شوية أمطار لفترة قصيرة، وبعد ما المطر وقف اكتشف إن الجنينة ما تأثرتش بيه خالص. ياما قال له إن ده طبيعي لأن جنينته اتحولت لأرض أسطورية، والظواهر الطبيعية العادية ما بقتش قادرة تأثر عليها. ميناتو انبهر بالكلام، وبعدها عينيه راحت ناحية ريكي اللي كان مركز مع شتلة صغيرة ظهرت في الجنينة. ميناتو فهم إن دي نفس المنطقة اللي زرع فيها البذور امبارح، ومع ذلك النبتة كبرت بالحجم ده في يوم واحد بس. ميناتو بقى فضولي وعاوز يعرف نوع الشجرة، فياما قال له إنها شجرة الكافور واللي اسمها بالياباني كوسونوكي، والمصادفة إن ده نفس اسم عيلة ميناتو. ووضح له إن دي شجرة أسطورية نبتت جوه أرض أسطورية، لكن ميناتو ما كانش فاهم التفاصيل ولا مهتم بالتفسيرات الروحية. كل اللي يعرفه إن أي شجرة محتاجة مية وغذاء عشان تكبر، فجري يسقيها بمنتهى الحماس كأنه أهبل. ومع إن الدنيا كانت مخلصة مطر من ثواني، تاني يوم ميناتو وصلته شوية حاجات ومستلزمات كانت مامته بعتها له. ولما ياما شاف وسط الحاجات دي جاكيت مخصوص لتسلق الجبال، سأله إذا كان ناوي يطلع رحلة أو يتسلق جبل قريب. ميناتو رد عليه وقال له إنه عاوز يطلع جبل ياما بنفسه ويزور المعبد المخصص ليه عشان ينضفه ويقدم له احترامه هناك. ياما حذره وقال له إن تسلق الجبل بتاعه مش هيكون سهل خالص، لكن ميناتو كان مجهز كل معداته ومصمم يطلع مهما حصل. وتاني يوم ميناتو بدأ يتسلق الجبل، وساعتها اكتشف إن ياما ما كانش بيبالغ نهائي لأن الطريق كان أصعب بكتير مما تخيل. فضل ماشي ورا أتباع ياما يعدي من فوق الأنهار ويدخل الكهوف ويطلع المرتفعات الصعبة،
لحد ما وصل في النهاية لمعبد خشبي صغير وسط الجبل. أول ما شاف المعبد طلع أدوات التنظيف وبدأ يشتغل على طول، وأتباع ياما ساعدوه. هما بيقولوله إن ياما هيفرح جدا لما يعرف إنه نضف المعبد ورجعه لشكله القديم. وبعد ما خلصوا التنظيف قعدوا مع بعض ياكلوا شوية حلويات ومأكولات خفيفة، لكن فجأة سمعوا صوت صرخة مرعبة جاية من بعيد. أتباع ياما طاروا بسرعة ناحية مصدر الصوت، وميناتو اللي ما كانش فاهم فيه إيه جري وراهم. ولما وصل لقاهم واقفين قدام ضباب اسود كثيف بدأ يتجمع وياخد شكل روح شريرة قوية جدا. الروح هجمت واحد من أتباع ياما، فطار بسرعة واستخبى بين ايدين ميناتو عشان يحميه. ميناتو اتصدم لما شاف الروح الشريرة بعينيه، وأتباع ياما سألوه باستغراب إذا كان فعلا مش شايف إن المنطقة كلها مليانة طاقة شريرة. ميناتو رد عليهم بمنتهى العفوية وقال لهم إنه شخص متفائل، وعلشان كده ما بيشوفش غير الحاجات الحلوة والإيجابية. لكن بما إنه قدر يشوف الروح الشريرة دي، يبقى أكيد قوتها مرعبة جدا. أتباع ياما حسوا إنهم قربوا يتجننوا منه، وبعدها سألوه إذا كان جايب معاه كراسة الملاحظات بتاعته، لأن دي كل حاجة محتاجينها عشان يكسبوا المعركة. ميناتو طلع الكراسة فورا وكتب فيها حاجة، وبعد كده بدأ يقرب بحذر من الروح الشريرة، لكنه كان مرعوب ومش قادر يواجهها وش لوش. وفجأة جات له فكرة، فقطع الصفحات اللي كتب عليها في الكراسة ورماها في الهواء، وبعدها استخدم قوة فوجين عشان يخلق ريح قوية تدفع الصفحات ناحية الروح الشريرة. ورغم ان صفحة واحدة بس هي اللي لمستها، الا ان ده كان كفاية تماما عشان يطهر الروح الشريرة ويحرر الكائن الاسطوري اللي كانت مستحوذة عليه. بعد اختفاء الطاقة الشريرة وقعت على الارض كرة ذهبية، وبعد لحظات اتحولت لمخلوق غريب ميناتو ما قدرش يحدد هو ايه بالظبط. قرب منه سأله اذا كان بخير، لكن المخلوق كان خجول جدا، واول ما ميناتو قرب منه جري بسرعة وتسلق الشلال في لحظة واختفى من قدامه. ميناتو كان فرحان انه قدر يساعد كائن محتاجه، وبعدها رجع لبيته. وفي اليوم اللي بعده ياما شكروا على تنظيف المعبد، لكن ميناتو قال ان الموضوع ما كانش حاجة كبيرة وانه عمل اللي كان لازم يعمله. وبعدها سألوا عن المخلوق اللي انقذه في الغابة، لكن ياما اكتفى بانه يقوله انه هيعرف حقيقة المخلوق ده قريب جدا. بعد كده ميناتو ركز مع شجرة الكافور الأسطورية ولاحظ انها بطلت تكبر، رغم انها كانت بتنمو بسرعة غريبة خلال الايام اللي فاتت. اتباع ياما طمنوه قالوا له ان الاشجار الاسطورية طريقة نموها مختلف تماما عن الاشجار العادية، وعشان كده مفيش اي داعي للقلق. وفي اللحظة دي ريكي السلحفاة الاسطورية قرب من ميناتو وبدأ يحاول يكلمه، لكن بما ان ميناتو ما بيفهمش لغة السلاحف بص لياما عشان يترجم له. ياما قال له ان ريكي بيبلغه ان في ضيف مستنيه عند البوابة. ميناتو راح ناحية البوابة، لكنه اتفاجئ لما لقى التنين واقف قدام البيت. في الأول اتخض واتراجع، لكن التنين كان باين عليه مؤدب ومش ناوي يأذيه، فميناتو سمح له يدخل. بعدها عرف إن اسمه أوريو، وإنه واحد من الوحوش الأربعة الأسطورية زي ريكي بالظبط. ميناتو اتفاجئ جدا من المعلومة دي، لكن قبل ما يستوعب اللي بيحصل أوريو طار ناحية شجرة الكافور وأطلق زئيرا عاليا، وفجأة ظهرت سحب كتير في السماء رغم إن الجو كان صافي تماما. وبعدها المطر بدأ ينزل، وفي خلال ثواني قليلة شتلة الكافور الصغيرة اتحولت لشجرة ضخمة مكتملة النمو. ميناتو وقف مبهور قدام المنظر، وبعدها أوريو سأله إذا كان ممكن يعيش هو كمان في البركة اللي موجودة في الحديقة. وبما إن ريكي ما كانش عنده أي مشكلة يعيش معاه، ميناتو وافق ورحب بالتنين، وبعدها قدم له شوية نبيذ مستورد احتفالا بوصوله. وهم قاعدين بيشربوا وبيستمتعوا بوقتهم، ياما كشف لميناتو ان ريكي كان مستحوذ عليه من روح مش شريرة، وان هاراما هو اللي حرره باستخدام قوة النجمة الخماسية اللي ميناتو رسمها له. عشان كده ريكي جه مخصوص عشان يشكره. ميناتو اتفاجئ جدا لما عرف الحقيقة، وفي اللحظة دي جرس الباب رن، ولما فتح لقى ان الضيف هو هاراما اللي جه عشان ياخد دفعة جديدة من التعاويذ. ميناتو اداله مذكرات التسوق اللي بيكتبها، وشكره لانه كل مرة بيزوره بيجيب له معاه حلويات فاخرة وغالية. بعدها ميناتو سأله إذا كانت النجمة الخماسية اللي رسمها له اشتغلت فعلا. هاراما قال له إنها كانت استثنائية وقوية بطريقة محدش كان يتوقعها، لكن المرة دي عاوزة يرسم رمز مختلف، لأن في عيلة تانية مسجلة حقوق النجمة الخماسية باسمها، واستخدامها ممكن يسبب له مشاكل. بناء على طلبه ميناتو رسم له شبكة مربعات على إيد هارما، وبعدها طارد الأرواح رجع للمنظمة بتاعته عشان يتكلم مع زميله العجوز اللي بيثق فيه وبيقول له كل أسراره. لكن الراجل العجوز قال له إن قوة ميناتو فعلا مذهلة، لكنه لازم يخبي الموضوع عن الكل،
لأن كشف حقيقته ممكن يعرض مدني بريء للخطر. لكن اللي هما ما كانوش يعرفوه إن أكيجو كان بدأ يتحرك بالفعل، وإنه قابل ميناتو بالصدفة في السوق ولزق على ظهره تعويذة صغيرة من غير ما يحس علشان يقدر يتبعه ويعرف مكان بيته. وبعد كام يوم كان ميناتو قاعد بيكتب مذكرات التسوق لأنها بقت مصدر دخله الأساسي في الوقت الحالي. بدأ يجرب أنواع مختلفة من الأقلام لحد ما اكتشف إن الأقلام اللي بتدي شكل الكتابة بالفراشة هي أكتر نوع مريح في إيده. في الوقت نفسه ياما كان بيراقبه باهتمام، وكمان كان واخد باله من دمية ورقية عايمة بره البيت ومش قادرة تدخل الأرض الأسطورية المحيطة بالمكان. ميناتو ما كانش يعرف أي حاجة عن الدمية دي رغم إن هاراما كان زاره قبلها بكام يوم مخصوص عشان يحذره من الخطر. وقتها هاراما سأله إذا كان في أي حاجة غريبة حصلت له، زي مثلا إن الراجل متكبر ومغرور يجي يزوره في البيت. ميناتو قال له إن مفيش حاجة من النوع ده حصلت. فهاراما حكاله عن أكيجو اللي طول عمره بيغير منه، ومن ساعة ما شاف التعويذة الجديدة بقى عدواني أكتر وبدأ يدور ورا مصدرها. كمان حذره إن أكيجو بيستخدم دمى ورقية عشان يتجسس على الناس ويتبعهم، وقال له ياخد باله كويس. لكن واضح إن ميناتو نسي التحذير تماما. لحسن الحظ ياما كان بيراقب كل حاجة وبيحميه، فاستخدم قوته ودمر الدمية الورقية بتاعت أكيجو ومنعه من إنه يعرف أي معلومات عن ميناتو. وفي وقت لاحق من نفس اليوم كان ميناتو مشغول بكتابة قوائم التسوق وياما قاعد جنبه وبيقرا المجلات. وفجأة ياما اتصدم لما شاف خبر بيقول إن محل الحلويات المشهور اللي بيحبه هيبدأ يستخدم معجون الفاصوليا الحمراء الخشن بدل المعجون الناعم المعتاد. فصرخ وقال إن قرار زي ده المفروض يتصنف كجريمة. ميناتو افتكر إنه بيروح المحل ده كتير فقرر ياخد ياما معاه المرة دي. في الأول كان متوتر شوية من فكرة إنه يمشي في الشوارع ومعاه ذئب أسطوري ضخم، لكن ياما قال له يهدى لأن البشر اللي يقدروا يشوفوه نادرين جدا. ومع ذلك كان في ناس تانية مش شايفة لكنهم قادرين يحسوا بوجوده، زي بنت صغيرة في المدرسة قدرت تشم ريحته، وست عجوز متدينة بدأت تدعي وتصلي أول ما حست بوجوده جنبها. ساعتها ميناتو بدأ يعتقد إن أصحاب القلوب النقية ممكن يحسوا بياما حتى لو ما بيقدروش يشوفوه. وبعدها جات له فكرة فقرر يروح محل فخار قبل ما يروح محل الحلويات. هناك اشترى الياما كوب أثري فخم لأنه حس إن إجبار إله أسطوري على الشرب من طبق كلاب يعتبر إهانة كبيرة في حقه. وبعد كده قال له إنهم لازم يشتروا له وسادة كمان. ياما حاول يتمنظر وقال إنه ذئب قائد وقوي وإن الحاجات الناعمة دي ما بتعجبهوش، لكن أول ما جرب يحط راسه على الوسادة اتحول فورا لجرو صغير مبسوط ومش عاوز يقوم من عليها. المشكلة إنهم ملاقوش أي وسادة مناسبة لحجمه، فميناتو قرر يطلب له وسادة مخصوص تتعمل على مقاسه. وبعد ما خلصوا راحوا أخيرا لمحل الحلويات، وهناك ميناتو لاحظ إن صاحب المحل العجوز بقى شكله بصحة أحسن بكتير وإن الهالات السوداء اللي كانت تحت عينيه اختفت. ياما طلب من ميناتو إنه يقول للراجل ما يستخدمش معجون الفاصوليا الخشن، لكن ميناتو طبعا ما كانش يقدر يدخل عليه فجأة ويقول له الكلام ده من غير سبب. وفي الوقت ده صاحب المحل بدأ يتكلم مع ميناتو، سأله إذا كان طلع الجبل مؤخرا. ميناتو قال له فعلا إنه عمل كده وطلع هناك. فصاحب المحل قرب منه وهمس وسأله إذا كان قابل الكلب الأسطوري اللي عايش في الجبل. ياما اتضايق فورا لأن ذئبه مش كلب، لكن ميناتو قال للعجوز إنه ما شافش أي كلب أسطوري. وبعدها طلب منه يحكي له القصة. صاحب المحل قال له إنه من زمان جدا لما كان مجرد عيل صغير بيعيط على أي حاجة ضعف الجبل ما كانش عارف يرجع، وهو تايه لقى معبد صغير حواليه أضواء منورة وعائمة في الهوا، وفجأة ظهر قدامه كلب أبيض ضخم. الراجل وقتها خاف جدا وجري منه، لكن ياما فضل ماشي وراه. وكان كل ما الطفل يمشي في اتجاه غلط ياما ينبح ويزقر عشان يجبره يغير طريقه. وقبل ما الطفل يستوعب اللي بيحصل لقى نفسه رجع للطريق الرئيسي بأمان. العجوز قال إن الكلب الأسطوري هو اللي ساعده يرجع لأهله، ومن يومها وهو بيطلع الجبل من وقت للتاني ويسيب له شوية حلويات ومأكولات كنوع من الشكر. وفضل يحكي لميناتو أكتر عن الكلب الأسطوري، ووصل بيه الأمر إنه قال إن الكلب ده غالبا روح كلب إرشاد مات من زمان ولسه بيساعد الناس التايهين. الكلام ده أهان ياما أكتر وأكتر لكنه فضل ساكت وما قالش حاجة. بعد كده ميناتو خرج من المحل وقرر إن الراجل العجوز شكله بقى بصحة كويسة، لكن ياما قال له إن الحقيقة إن العجوز بيعاني من مرض خطير بياكل من عمره يوم ورا التاني. ورغم إن ياما أسطورة إلا إنه مش قادر يشفيه من المرض. كل اللي قدر يعمله إن يستخدم قوته عشان يخلي الراجل يعيش الأيام اللي باقياله بصحة وراحة وسعادة.
وده كمان ممكن يزود عمره شوية ويديله وقت كفاية عشان يسلم المحل لخليفته بطريقة سليمة قبل ما يموت. ولما رجعوا البيت ميناتو علق جرس رياح بناء على طلب ياما، وبعدها دخل ياخد حمام. وبعدها بدقايق أكيجو وصل لبيت ميناتو، وبعدها تتبع الدمية الورقية بتاعته، وكانت شريكته هاي معاه. هاي سألته ناوي يعمل ايه لما يقابل ميناتو، فرد عليها بمنتهى الغرور وقال انه يا اما هيشتري منه كل التعويذ اللي عنده يا اما هيجبر يصنع التعويذ له هو بس. هاي استغربت ان خطته هادية بالشكل ده، لان ده مش متوافق خالص مع شخصيته العدوانية. ولما سمعت صوت جرس الرياح وشافت الاضواء بتلمع فوق البيت مياتو، حست ان المكان ده مش طبيعي وان في قوة خاصة بتحيط بيه. وفي الوقت نفسه اكيجو بدأ يرن جرس الباب، ولما ميناتو ما فتحش بسرعة اكيجو اتعصب زي قطتي لما اتأخر ثانية واحدة بس في تقديم الاكل ليها، وفضل يرن الجرس بعنف مرة ورا التانية. بعدها بدأ يخبط على الباب ويشتم ميناتو ويصرخ فيه انه يفتح لانه تعب وجاله لحد عنده. ومن شدة غضبه قرر يركل البوابة، وهي حاولت تمنعه لانها كانت حاسة ان الاقتراب من المكان خطر، لكنها كانت زي ساكورا لما الموضوع يحتاج تدخل حقيقي، وكل اللي عملته انها غطت عينيها. اكيجو رفع رجله عشان يركل البوابة، لكن قبل ما قدمه تلمسها اتنقل فجأة الى غابة مرعبة كل حاجة فيها لونها احمر. بص قدامه فلقى معبد ياما واقف وسط الغابة، وفضل يبص حواليه بصدمة ويتساءل هو وصل للمكان ده ازاي، مع انه من لحظة واحدة كان واقف قدام بيت عادي. بدأ يتوتر اكتر لما ملقاش هاي معاه، والجو المرعب في الغابة الحمراء زود خوفه. اكيجو جري بسرعة وهو بيدور على مخرج، لكن جذر شجرة طلع من الارض لوحده ووقعه، خبط دماغه في صخرة وبدأ ينزف ببطء وهو عاجز عن الحركة لحد ما مات. لكنه لما فتح عينه تاني لقى نفسه واقف قدام المعبد من جديد، ولما بص في ساعته اكتشف ان ولا ثانية واحدة عدت. ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل، لكنه بدأ يدرك انه وقع في مصيبة سودة. واول حاجة عملها انه لام هراما وافتكر ان كل ده اكيد من تدبيره. من شدة غضبه ركل المعبد وجري مرة تانية يدور على مخرج، لكن بدل ما يلاقي طريق للهروب وقع في حفرة عميقة ومات من جديد. وبعد موته مباشرة صحي قدام المعبد كأن مفيش حاجة حصلت، وكل ما كان يحاول يهرب من الغابة كان بيموت بطريقة أبشع من اللي قبلها. وبعد كل موت يرجع لنفس النقطة قدام المعبد من غير ما يمر أي وقت في العالم الحقيقي. وبعد محاولات كتير وأيام كاملة من العذاب بالنسبة له فقد كل أمله في الهروب، وفهم إن الحل الوحيد هو إنه يعتذر لصاحب المعبد اللي بيرجع قدامه في كل مرة. نزل على ركبته وبدأ يترجى الرحمة، واعتذر عن كل تصرفاته وغروره، وطلب من صاحب المعبد يسامحه ويرجعه لعالمه. وفجأة سمع صوت الجرس، وفي اللحظة اللي بعدها رجع ولقى نفسه قدام باب البيت ميناتو من جديد، ووقع على الأرض من شدة الصدمة لما المنظر اتغير قدامه. وبص لهاي وسألها وهو مرعوب عن عدد الأيام اللي مرت من وقت اختفائه. هاي استغربت سؤاله وقالت له إذا كان اتجنن لأنهم لسه واصلين من لحظات وهو أصلا ما اختفاش. الإجابة دي رعبته أكتر من الأيام اللي قضاها وهو محبوس في المعبد المرعب، فقام وجري من المكان وهو بيصرخ بأعلى صوته. وبعدها بوقت قصير ميناتو خرج من الحمام وسأل ياما إذا كان في حد بيرن جرس الباب من شوية، لكن ياما رد بكل هدوء وقال له إن محدش جه. ميناتا صدقه وقرر ينسى الموضوع ويرتاح. وبعد ما خلص الحمام الساخن الطويل قال لياما إنه مفتقد جدا للينابيع الساخنة الموجودة في بلدته، والكلام ده ادى لياما فكرة جديدة. وفي صباح اليوم التالي ميناتو صحي على ريحة الكبريت منتشرة في الجو، ولما خرج للحديقة اتفاجئ بياما قاعد ومستمتع داخل ينبوع ساخن ظهر في نص الحديقة. ياما دعاه يدخل معاه وميناتو طبعا ما رفضش ودخل بسرعة. وهم قاعدين في المية السخنة ياما قال له انه يشتغل طول الليل مع ريكي واوريو عشان يصنعوا الينبوع الساخن ده، وان الاتنين اكيد مرهقين جدا دلوقتي بسبب القوة الكبيرة اللي استخدموها. وبعد ما خلص الحمام ميناتو تمدد على الارض وهو في قمة الراحة والاسترخاء. يا بختك يا عم ميناتو. لكن فجأة واحد من اتباع ياما جه وقال له ان في زائر غريب واقف بره. اوريو جه هو كمان وقال ان الزائر ده واحد من اصدقائه. ميناتو قام وراح ناحية البوابة عشان يرحب بالضيف، لكنه اتفاجئ لما ما لقاش اي حد واقف هناك. فضل يدور حواليه. بعد لحظات لاحظ المخلوق الخجول اللي كان انقذه من الروح الشريرة في الجبل من كام يوم. واول ما المخلوق شاف ميناتو استخبى بسرعة من شدة الخجل، فواحد من اتباع ياما قرب منه بهدوء عشان يطمن عليه ويعرف هو جه لحد هنا ليه. واحد من اتباع ياما نقل لميناتو رسالة المخلوق وقال له انه بيستأذنه يدخل البيت،
ميناتو وافق ورحب بيه، فالمخلوق اللي اسمه كيران دخل وبدأ يتكلم معاه، وكان واحد من أتباع ياما واقف بينهم عشان يترجم كلامه. التابع قال لميناتو إن كيران بيشكره على إنه أنقذ حياته في الجبل وحرره من الروح الشريرة اللي كانت مسيطرة عليه. لكن كيران ما كانش بيبطل كلام وفضل يحكي ويتكلم بالساعات لحد ما وصل في الآخر للمكافأة اللي ناوي يديهاله، وقال لميناتو إن مقابل إنقاذ حياته هيخليه ملك على نص العالم. ميناتو اتخض أول ما سمع الكلام ده ورفض بسرعة وقال للمخلوق الأسطوري إنه مش مستر أورانج اللي نفسه يحكم لنص العالم. كيران اتصدم من رده لأنه كان فاكر إن كل البشر من غير استثناء نفسهم يحصلوا على القوة والسلطة أكبر. وفي اللحظة دي وصل راين وفوجين عشان يفهموا إن ميناتو مختلف عن باقي البشر وما يفكرش بالطريقة دي. ميناتو شكرهم على مساعدتهم وسمح لهم يستخدموا الينبوع الساخن بتاعه، وبعدها لاحظ إن حجمهم بقى أكبر من المرة اللي فاتت وسألهم عن السبب. السحرة قالوا له إن احترامه ليهم واعترافه بوجودهم بيساعدهم يستعيدوا قوتهم ويرجعوا بالتدريج لهيئتهم الحقيقية. بعدها فوجين طلع من شنطته سمكة تونة ضخمة واستخدم قوة الرياح بتاعته عشان يقطعها في لحظات لشرايح رفيعة متساوية، وراين جمع كل الشرايح بعد ما اتقطعت. أتباع ياما انبهروا جدا باللي شافوه، بصوا لميناتو وسألوه إذا كان يقدر يعمل زي فوجين. ميناتو اتلخبط وبدأ يتأتئ وقال لهم إنه أكيد هيقدر يعمل كده في يوم من الأيام. ساعتها فوجين قرر يختبر قوة ميناتو يعرف وصل للمستوى إيه. في الأول طلب منه يستخدم قوة الرياح عشان يحرك فرو ياما وبكده يشوف مدى تحكمه في قوته. ميناتو بدأ بهدوء لكنه فقد السيطرة بسرعة، والرياح دخلت في مناخير ياما وخلته يعطس، ورغم كده ياما طلب منه يكمل تدليك فروه بالرياح لأنه عجبه الوضع. فوجين لاحظ إن ميناتو بيكبح قوته عن قصد وقال له إنه واضح إنه خايف يستخدم قوته بالكامل عشان ما يأذيش حد بالغلط. وفي اللحظة دي وصلت لميناتو رسالة من مامته بتقول إن كل لوحات الأسماء اللي موجودة في بيت العيلة اتكسرت وإنهم محتاجين بديل ليها في أسرع وقت. ميناتو بدأ على طول يصنع لوحات أسماء جديدة وسأل ياما إذا كان مش غريب إن اللوحات الموجودة في بيت عيلته بتكسر بالشكل المتكرر. ياما سأله إذا كان في كائن غير بشري عايش في البيت، وساعتها ميناتو افتكر روح البنت الدمية اللي موجودة هناك. ياما قال له إن الروح غالبا هي اللي بتكسر لوحات الأسماء عشان تبلغهم إن القوة الروحية اللي جواها خلصت وإنهم محتاجين يستبدلوها بلوحات جديدة. ميناتو اقتنع إن ده أكيد السبب وقال له إنه هيبعت اللوحات الجديدة فورا، لكنه سأل ياما إذا كان يقدر المرة دي يصنع حاجة أقوى وأفضل من المعتاد، وياما أكد له إنه يقدر لكن محتاج يطور قدرات الأول عشان يحط قوة روحية أكبر جوه لوحات الأسماء. ميناتو سأله يعمل ده إزاي، فياما قال له إنه أول حاجة لازم يعملها هي إنه يتدرب على قدرات الرياح بتاعته، وبعدها طلب منه يمشي وراه لأنه هيوديه لمكان يقدر يستخدم فيه كل قوته من غير ما يخاف أو يكبح نفسه. ياما أخده ناحية الباب الخلفي للبيت، وأول ما ميناتو فتحه لقى نور قوي خارج من الناحية التانية. مشي جوه النور وفجأة لقى نفسه داخل غابة من خلال بوابة أسطورية. ميناتو اتفاجئ جدا وياما شرح له إن المكان ده أرض تدريب أسطورية صنعها أتباعه وإنه يقدر يطلق كل قوته هنا من غير ما يقلق. ميناتو قال له إنه مش عايز يدمر الأشجار أو يقسي الغابة، لكن ياما طمنه وقال له إن كل الأشجار اللي قدامه مزيفة زي أصحابه بالظبط. ميناتو ارتاح لما عرف إن مفيش حاجة حقيقية هتتضرر وبدأ يستعد عشان يجرب قوته. وفي نفس الوقت كيران رجع يزور البيت، ولما ملقاش ميناتو موجود قرر يسيب له هدية قبل ما يمشي. الهدية كانت ثمرة دوريان، والكل عارف إن ريحتها عاملة زي الملابس الداخلية لواحد متشرد ضعيف مات من أسبوع. كيران ساب الهدية وقرر يمشي، لكن في اللحظة دي ريكي وأوريو خرجوا من البركة، وأول ما شموا الريحة المقرفة ركلوا السمرة بعيدة عن البيت. كيران لحقها ومسكها قبل ما تقع، وبعدها سألهم بعصبية هما بيعملوا إيه. الوحشان الأسطوريان قالوا له إنه ما ينفعش يجيب قمامة ريحتها مقرفة ويحطها قدام البيت وصاحبه مش موجود. كيران رد عليهم إن دي فاكهة لذيذة جدا وإنهم ما ينفعش يرموها لمجرد إن ريحتها مش عاجباهم. وفي غابة التدريب المزيفة ميناتو أطلق قوته بالكامل وصنع ريحة عنيف جدا خلت الأشجار كلها تهتز، لكنه ما قدرش يحافظ على القوة دي لفترة طويلة، وبعد شوية جسمه ما بقاش قادر يستحمل ووقع على الأرض فقد الوعي. ياما رجعه للبيت، ولما ميناتو فاق واستعاد وعيه قرر إنه لازم يتدرب بجدية أكتر عشان يبقى أقوى ويقدر يتحكم في قوته. ومن يومها فضل يتدرب باستمرار داخل الغابة المزيفة، وفي الوقت نفسه كان بينحت لوحات الأسماء الجديدة الخاصة ببيت العيلة.
وياما قدر يحس ان اللوحات الجديدة بقت جواها طاقة روحية اكبر بكتير من اللوحات القديمة. وبعد مرور كام يوم مستوى ميناتو في استخدام قوة فوجين اتحسن بشكل واضح جدا، بقى يقدر يتحكم في الرياح ويصنع إعصار صغير يرفع أوراق الشجرة الجافة من الأرض وبعدها يجمعها كلها ويحطها في مكان واحد. ميناتو كان فرحان إن القوة أخيرا بقى ليها استخدام مفيد في حياته اليومية، وحتى ياما لاحظ إنه اتطور بدرجة كبيرة، لكن ميناتو اتواضع وقال إنه لسه بعيد جدا عن مستوى فوجين. وفي اللحظة دي أسطورة الرياح فوجين بنفسه ظهر وقال له ما ينفعش يقلل من قدراته بالشكل ده، وإنه لو استمر في التدريب هيجي يوم ويبقى قوي كفاية عشان يشطر بيت أو عدو ليه نصين. ميناتو رد عليه بتوتر وقال له إنه مؤمن بالسلام ورافض للعنف. راين قال له إنه على الأقل لازم يجرب يصعق أعدائه بالكهرباء ويفقدهم الوعي مرة واحدة بس قبل ما يقرر يتخلى عن العنف نهائي. لكن ميناتو قال له إن مفيش أي داعي يعمل حاجة زي كده. بعدها لاحظ إن أتباع ياما مش موجودين معاهم، فسأل هم راحوا فين. ياما قال له إنهم بيتدربوا هم كمان دلوقتي لأنهم محتاجين يطوروا قوتهم بدرجة أكبر، وأوضح إن هم موجودين في غابة التدريب المزيفة وبيمارسوا التأمل، لأنهم لما واجهوا الروح الشريرة في الجبل قبل كده كانوا عاجزين تماما قدامها وما قدروش يعملوا أي حاجة. ميناتو فرح لما عرف إن هم بيحاولوا يتطوروا وتمنى إنهم يكونوا مركزين وبيبذلوا كل جهدهم في التدريب، لكن الحقيقة إن جلسة التأمل بتاعتهم كانت اتحولت من بدري لقيلولة جماعية. بعد كده ميناتو جمع أوراق الشجر الجافة وحط جواها شوية بطاطا حلوة عشان يشويها، وياما وأوريو استمتعوا جدا بطعمها. أما ريكي فكان شايف إن السكر أحسن من الأكل وفضل يشرب لحد ما سكر. وفي الوقت ده راين وفوجن قالوا لميناتو إنهم يقدروا يعملوا بطاطا مشوية أحسن منه بكتير. ميناتو سألهم هيعملوا ده إزاي، فقرروا يقدموا له عرض عملي. فوجين استخدم الرياح ورفع حبات البطاطا في الهواء، وبعدها راين ضربها بتيار كهربائي، لكن بدل ما البطاطا تستوي وتتشوي احترقت بالكامل وبقت فحم. ميناتو بصلهم بخيبة أمل، لكن فجأة حس بحاجة خبطت في رجله، ولما بص على الأرض لقى شوية فواكه غريبة ونادرة، وبعدها لمح كيران مستخبي ورا الشجيرات. ميناتو سأله إذا كان رجع من رحلته حوالين العالم، وشكره لأنه زي كل مرة جابله فواكه نادرة من البلاد اللي زارها، وبعدها عرض عليه ياكل معاهم من البطاطا المحروقة. لكن كيران فهم الموقف بشكل مختلف تماما، وبدأ يعتقد إن البشر بيحبوا يحرقوا كل حاجة سواء كانت أكل أو مخلوقات حية، وإن الدور ممكن يجي عليه بعد البطاطا، عشان كده استخبى أكتر ورا الشجيرات وهو مرعوب. ميناتو استغرب وتساءل إمتى الوحش الأسطوري ده هيبطل خجل وخوف ويفتح قلبه له. أياما قال له إن كيران بيحب البيرة، وإنه لو قدم له شوية منها ممكن يبدأ يرتاح في التعامل معاه. ميناتو قرر يسجل المعلومة دي عنده عشان يفتكرها بعدين. وفي اللحظة دي جرس الباب رن، ولما ميناتو فتح لقى هاراما واقف قدامه شكله مرهق جدا. هاراما ما قدرش يستحمل أكتر من كده ووقع فورا على كتف ميناتو. ميناتو سنده وأدخله البيت، وبعدها قدم له مية وسأله إذا كان بخير وإيه اللي حصل. هاراما اعتذر له لأنه قلقان، وبعدها قال إنه حاسس النهارده بضغط روحي أقوى بكتير من المعتاد جوه البيت. طبعا ميناتو ما كانش يقدر يقول له بكل بساطة إن في مجموعة كاملة من السحرة والوحوش الأسطورية قاعدين حواليه، فعشان يغير الموضوع سأله عن حالته وسبب زيارته. طارد الأرواح المتخصص رد عليه وقال له إنه محتاج مساعدة المرة دي في طرد روح شريرة شديدة القوة، لأن كل طاردي الأرواح اللي موجودين في الجمعية بتاعته حتى لو جمعوا قوتهم كلهم مش هيقدروا يتعاملوا معاها. وبدأ يشرح له إن من كام أسبوع حد جاب دمية ملعونة إلى أحد المعابد عشان طاردي الأرواح يطهروا الدمية ويقضوا على الروح اللي جواها، لكنهم فشلوا في التخلص منها، والروح الشريرة فضلت تزداد قوة يوم بعد يوم لحد ما سيطرت على المعبد بالكامل، ودلوقتي بقى فيه هالة شريرة كثيفة جدا محيطة بالمكان، لدرجة إن طاردي الأرواح نفسهم مش قادرين حتى يقربوا منه. ميناتو قال له إن الموضوع بسيط وإنه يقدر يكتب له شوية مذكرات أو تعاويذ جديدة تساعده، لكن هاراما وضح له إن المشكلة أخطر وأعقد من كده. المعبد الملعون بقى موجود جوه بعد منفصل عن عالمهم، وعشان كده هم أصلا مش قادرين يوصلوا له. وبعدها هاراما قال إنه عارف إن ميناتو مش شخص عادي، لأن مستحيل إنسان عادي يعيش في مكان أسطوري بالقوة دي. وكمان قال له إنه عارف إن ميناتو يقدر يشوف السحرة والأرواح الأسطورية ويتكلم معاهم. الاعتراف ده فاجئ ميناتو جدا، لكن ياما ما كانش مبسوط خالص لما سمعه. ياما افتكر إن هاراما جاي يستغل قوة ميناتو ويستخدمه عشان يكمل مهمته الخطيرة. غضب جدا وأطلق زئير قوي ناحية هاراما، وطلب منه يعرف مقامه وما يتمداش في طلباته.
ورغم ان هاراما ما كانش قادر يشوف ياما بعينه الا انه حس بغضبه وضغط روح المرعب، ومن شدة الخوف عملها على نفسه. اتباع ياما تدخلوا بسرعة وفضلوا يهدوه لحد ما غضبه قل شوية. وقتها ميناتو قرر ان مفيش داعي يستمر في اخفاء حقيقة قدراته على رؤية السحرة والتحكم معاهم، فسأل ياما اذا كان يقدر يساعدهم يدخلوا البعد المنفصل اللي موجود جواه المعبد. ياما وافق وقال انه مستعد يساعدهم، لكن عنده شرط واحد، وهو انه ياكل افخم انواع الحلويات اليابانية التقليدية. هاراما ما خيبش امله وراح يشتري له افضل واغلى حلويات قدر يلاقيها، وده كان كفاية عشان يكسب قلب ياما ويخليه يوافق على المساعدة. بعدها ياما قال لميناتو يستعد لدخول البعد الآخر، لكنه وضح له إنه مش هيروح معاه بنفسه. بدل كده قرر يبعت أتباعه مع ميناتو عشان يقودوه في المكان. الأتباع تحمسوا جدا للفكرة، وميناتو بدأ يجهز ورقة تعويذة مخصوصة عشان يستخدمها ضد الروح الشريرة. وبعد ما خلص استعداداته ساب البيت في رعاية ياما وباقي الوحوش الأسطورية، لكنه ما خدش باله ان ورقة من شجرة الكافور الأسطورية وقعت واتعلقت في غطاء الرأس الموجود في الجاكيت بتاعه. ميناتو خرج مع أتباع ياما وراحوا ناحية المدينة، حيث المفروض يقابلوا طاردي الأرواح ويلاقوا المدخل المؤدي للبعد الآخر. فضل ماشي على الخريطة لحد ما قرب من مقر طاردي الأرواح، لكن أتباع ياما اتشتتوا أول ما شموا ريحة فطائر التفاح الطازجة اللي خارجة من أحد المحلات. فميناتو قرر انه قبل ما يروح للمهمة الخطيرة يعزمهم على الفطائر الاول. وهم قاعدين بياكلوا ظهرت قدامهم مجموعة من الغربان وبدأت تنعج بصوت عالي كأنها بتحاول تلفت انتباههم. ميناتو فهم ان الغربان دي جت عشان تدلهم على الطريق، فقام فورا ومشي وراها. الغربان قادته هو وأتباع ياما لحد منطقة مهجورة موجودة فيها المعبد الفاسد. الهالة الشريرة المحيطة بالمكان كانت كثيفة ومرعبة لدرجة ان ميناتو نفسه قدر يشوفها بعينيه، وأتباع ياما حذروه قالوا له ياخد باله كويس. ميناتو اتصل بهاراما عشان يبلغه انه وصل عند البوابة الأمامية للمعبد، وهاراما رد وقال له انه واقف مع باقي طاردي الأرواح عند البوابة الخلفية. وفي اللحظة دي شريكة هاراما رمت مجموعة من التعويذ القوية ناحية الهالة عشان تفتح لهم طريق، لكن التعويذ اختفت جوه الهالة من غير ما تعمل أي تأثير، وكأنها ما كانتش موجودة من الأساس. هاراما حذر ميناتو وقال له ما يضغطش على نفسه لو حس في أي لحظة إن حياته بقت في خطر، لازم يهرب فورا لأن المهمة دي مش مسؤوليته ومحدش هيقدر يلومه لو انسحب. ميناتو رد عليه وقال له هيعمل كل اللي يقدر عليه، وبعدها قرب من باب المعبد وحاول يفتحه، لكن أول ما لمسه خرجت منه صدمة قوية دفعته للخلف. أتباع ياما قالوا له إنهم هيساعدوه فتجمعوا عند الباب واستخدموا طاقتهم الأسطورية عشان ينفعوه، وبقوتهم الباب اتفتح وكشف عن مدخل البعد الآخر المليان بالحقد والشر والطاقة الفاسدة. ميناتو جري للداخل وهناك لقى قدامه معبد شكله مرعب وكئيب، وأتباع ياما قالوا له إن مصدر الفساد كله موجود جواه. وفجأة ظهرت مجموعة ضخمة من الأرواح الشريرة، هو جريت ناحيته بسرعة. ميناتو لحق يطلع واحدة من أوراق التعويذ بتاعته في الوقت المناسب، واستخدم قوة الرياح عشان يوجه قوتها ناحية الأرواح، فضربها دفعة واحدة وخلتها كلها تتلاشى من قدامه مع اختفاء الأرواح الشريرة. وبعد ما الأرواح الشريرة اختفت الدمى اللي كانت الأرواح مستحوذة عليها وقعت على الأرض من غير حركة. أتباع ياما قرروا إنهم ما ينفعش يسيبوا ميناتو يعمل كل الشغل لوحده، ولما الموجة التانية من الأرواح هجمتهم اتحركوا هما وواجهوها وقدروا يقضوا عليها. واحد من الأتباع اتحمس جدا بسبب نجاحهم، هو ما سمعش كلام أصحابه لما حذروه قالوا له يفضل مركز ومستعد لأي هجوم مفاجئ. وفجأة واحدة من الدمى اللي ما تمش تطهيرها بالكامل قامت واتهجمت عليه، لكن لحسن الحظ أصحابه لحقوه في الوقت المناسب وقطعوا شعر الدمية وبكده حرروه من قبضتها. ميناتو ارتاح جدا لما شاف انهم كلهم بخير ومحدش فيهم يتصاب، لكن قبل ما يفرحوا بانتصارهم ظهرت قدامهم زعيمة الأرواح الشريرة بنفسها. أول ما شافوها كلهم أدركوا إن الروح دي أقوى بكتير من أي حاجة واجهوها لحد دلوقتي. وفجأة ارتفعت الروح الشريرة في السماء وأطلقت صرخة عالية ومرعبة هزت المكان كله. ميناتو قرر ينهي المعركة بسرعة قبل ما الوضع يبقى أخطر، فطلع مجموعة كبيرة من مذكراته ورماها كلها في الهواء، وبعدها استخدم قوة الرياح عشان يطلقها ناحية الروح الشريرة زي السهام، لكن الروح حست بالخطر واستخدمت شعرها الطويل عشان تقطع التعويذ قبل ما توصل لها، وبعدها ضربت أتباع ياما بالشعر ورمتهم بعيد. ميناتو اتوتر جدا لما شافهم بيطيروا من قدامه، لكن قبل ما يلحق يساعدهم الروح الشريرة مسكته ولفت جسمه بالكامل بشعرها،
الشعر بدأ يضيق عليه أكتر وأكتر، وميناتو حس إن عظامه هتتحطم وإنه هيموت مضغوط بين الخصلات. وفي أصعب لحظة صرخ باسم ياما وطلب مساعدته، ورغم إن ياما كان موجود في بعد تاني يعيد عنه إلا إنه سمع نداء ميناتو. فجأة أتباع ياما قربوا منه وقالوا له ما يقلقش لأنهم هيحرروه. الأتباع مرروا قوة ياما الأسطورية من خلال أجسامهم، وبعدها أطلقوا عواءة القوة. العواء ضرب الروح الشريرة بقوة هائلة وسبب لها أضرار وشل حركتها بالكامل. ميناتو اتحرر من الشعر وقرر يطهرها فورا قبل ما تستعيد قوتها. قرب من الدمية وكتب التعويذة على جسمها بشكل مباشر، وفجأة خرجت الروح الشريرة منها وهربت بعيد قبل ما تختفي. ميناتو فرح وافتكر ان كل حاجة خلصت، لكن اتباع ياما قالوا له ان المعبد لسه مليان بطاقة شريرة ضخمة وان المشكلة الحقيقية ما اتحلتش بالكامل. دخل ميناتو المعبد وهناك لقى كرة مضيئة محاصرة وسط كتلة من الطاقة الشريرة. اتباع ياما شرحوا له ان الكرة دي جواها اله جبل، وان قوة الشر افسدته وسيطرت عليه وهو دلوقتي بيتعذب بشدة. وقالوا له انهم لو قدروا يطهروا اله الجبل ويحرروا كل الفساد اللي موجود في المعبد هيختفوا وتنتهي المشكلة نهائيا. ميناتو بدأ يشتغل فورا ومد ايده في جيوبه عشان يطلع التعويذ، لكنه اكتشف انه استخدمها كلها وما بقاش معاه ولا ورقة واحدة. لكن لحسن الحظ كان جايب كراسة ملاحظاته معاه وطلعها بسرعة وصنع حوالي 12 تعويذة عشان يطهر روح إله الجبل، وبعدها استخدمهم واحدة ورا التانية. لكن الكتابة اللي موجودة على كل ورقة كانت بتختفي من غير ما تعمل أي تأثير. وفجأة المعبد بدأ يهتز بعنف لأن البعد المنفصل نفسه كان بيتفكك وينهار. وأثناء الاهتزاز واحد من أتباع ياما اتزحلق ووقع جوه غطاء الرأس بتاع ميناتو، وهناك لقى ورقة شجر علقة فيه. التابع خرج وهو ماسك الورقة بحماس وقال لميناتو إنه يقدر يستخدمها. ميناتو بص عليها واكتشف إنها ورقة من شجرة الكافور الأسطورية اللي موجودة في حديقته، وفهم إن أكيد جواها قوة روحية أكبر من ورقة عادية. وبدأ يكتب على الورقة فورا، ورغم إن طاقته الروحية كانت أوشكت على النفاذ تماما جمع آخر قوة موجودة جواه وكتب اسم عيلته على الورقة الشجر الأسطورية، وهناك استخدم قوتها على إله الجبل الفاسد. ولحسن الحظ كانت قوة الورقة كافية عشان تطهر كل الطاقة الشريرة المسيطرة عليه. إله الجبل اتحرر أخيرا وميناتو مسك الكرة اللي كان موجود جواها، لكن في اللحظة دي البعد المنفصل بدأ ينهار بالكامل. ميناتو حط الكرة بسرعة جوا شنطته وجري ناحية المخرج، لكن الوقت كان قليل جدا وما كانش باين انهم هيقدروا يخرجوا قبل ما البعد يختفي. اتباع ياما اتخضوا وقالوا انهم لو ما لحقوش يخرجوا في الوقت المناسب هيختفوا مع البعد ومش هيرجعوا تاني. العالم حواليهم بدأ يتكسر والأرض تتشقق، وفجأة شجرة ضخمة وقعت فوقهم. ميناتو اتصدم وافتكر إن نهايتهم وصلت، لكن قبل ما الشجرة تسحقهم اتشطرت لنصفين فجأة، ومعاها المبنى نفسه اتقطع لنصين. وبعدها الأرض انفتحت تحت ميناتو فوقع جوه شق عميق وفقد الوعي. ولما فتح عينيه لقى نفسه رجع للأرض واقف قدام المعبد المدمر، وما كانش فاهم وصل لهنا ازاي. وفي اللحظة دي ظهر راين وفوجين قدامه وقالوا له انه لو كان اقوى شوية كان يقدر يعمل اللي هم عملوه بنفسهم، لان كل اللي حصل انهم شطروا بيت عدو نصين. ميناتو شكرهم على انقاذ حياته. بعدها رجع الى بيته، وفي اليوم التالي هارama زار ميناتو عشان يشكره على مساعدته وجاب له شنطة مليانة حلويات. ميناتو ده عشان يدخل ويشاركهم حفلة الشواء، لكن هارama رفض لانه لسه مصاب بصدمة نفسية من غضب ياما عليه في المرة اللي فاتت ومش مستعد يجازف ويقابله تاني. ميناتو رجع الى الداخل وهناك كان الجميع مستمتعين بحفلة الشواء باستثناء ياما اللي كان سايب اللحمة وقاعد ياكل الحلويات. ميناتو قال لهم ان هارama جاب حلويات جديدة، وفورا كل اللي موجودين اتحمسوا للحلويات وسابوا الاكل. ريكي واوريو كانوا مشغولين بالشرب، اما راين وفوجين فكانوا قاعدين في الينبوع الساخن. ميناتو جاب لهم شوية مشروبات ساقعة عشان يستمتعوا بيها وهم قاعدين في المية السخنة، وفي الوقت نفسه كيران كان واقف بعيد وبيراقبهم بخجل. ميناتو أخد باله منه وقال له إنه عنده بيرة كمان. أول ما كيران سمع كلمة بيرة جمع شجاعته أخيرا، لأن مفيش راجل محترم يقدر يرفض بيرة ساقعة. قرب منهم ودحرج ثمرة دوريان ناحية ميناتو كهدية. ميناتو مسكها بفضول وبدأ يتأملها، لكن في اللحظة دي ظهر ريكي وركل الثمرة بكل قوته ورماها بعيد. كيران اتضايق جدا من اللي عمله، لكن ريكي قال له انه حذره قبل كده من انه يجيب الكمامة النتنة دي الى ارض اسطورية. كيران صرخ فيه وقال له انها دوريان، فاكهة محترمة ولذيذة، وبعدها ركلها ورجعها ناحيته. ريكي ركلها مرة تانية، لكن واضح ان كيران محترف في الكرة الطايرة فضربها ورجعها له. وفجأة اوريو دخل المباراة
وضرب ثمرة الدوريان بقبضته ورماها بعيد، لكنه ندم فورا وبدأ يشتكي إن إيده هتفضل ريحتها مقرفة بعد اللي عمله. ميناتو ضحك عليهم وبعدها لاحظ أوراق شجرة الكافور الأسطورية وهي بتتساقط من فوقه، بص للشجرة وشكرها لأنها ساعدته في أصعب لحظة وأنقذت إله الجبل. لكن فجأة أتباع ياما نادوا عليه وقالوا له إن الكرة اللي جابها من المعبد بدأت تنور. ميناتو قرب منها وفجأة الكرة اتحولت لكتكوت صغير. ياما قال له إن الكتكوت ده هو آخر واحد من الوحوش الأربعة الأسطورية العنقاء. ميناتو فرح جدا لما شاف العنقاء ورحب بيه في بيته، والعنقاء كمان كان سعيد جدا انه وصل الى المكان ده وبقى وسطهم. وبعد مرور كام يوم ميناتو جاب لياما شوية حلويات مبتكرة بتمزج بين النكهات مختلفة، وأول ما ياما دق حلوى بتجمع بين الفراولة ومعجون الفاصوليا الحمراء اتحمس لدرجة انه بدأ يتكلم بالإنجليزي فجأة. ميناتو شكر صانع الحلوى في سره لأنه قدر يخلي إله جبل سعيد بالشكل ده، لكن بعدها انتباهه راح ناحية العنقاء اللي كان في فترة قصيرة أعلن نفسه ملك لكل الطيور اللي موجودة في المنطقة. ميناتو طلب من ياما يترجم له الطيور بتقول ايه، وياما قال له إن العنقاء بيديهم درس في طريقة الزقزقة الصحيحة. قريب بوما الدولينجو الوردي بدأ يشرح للطيور بالتفصيل ازاي يتحكموا في طبقة صوتهم وازاي يطلعوا الصوت بالطريقة المطلوبة، والمعجزة إن بعض الطيور قدرت تنفذ تعليماته وطلعت زقزقة مقبولة فعلا. لكن آخر طائر فشل كارثي، وكان صوته سيء لدرجة إنه كاد يتسبب للعنقاء في جلطة داخل كليته. ميناتو استمتع بكل اللي بيحصل لأنه أصلا ما بيفهمش لغة الطيور، وكل اللي شايفه قدامه مجموعة طيور بتزقزق. فضل مستمتع بأجواء الربيع الهادية في حديقته والصحراء والوحوش الأسطورية اللي قاعدين حواليه مستمتعين بوقتهم، ومحدش فيهم كان واخد باله من وجود ثقب في الزمان والمكان ظهر فوق البلدة. وفي نفس الوقت هاراما ما كانش سعيد بقدوم الربيع زيهم، لأن الربيع بيجيب معاه عدد ضخم جدا من الأرواح الشريرة الصغيرة اللي لازم يتم طردها. كان بيشتغل مع شريكته اللي استدعت روح قرش وبطريق عشان يلتهموا الأرواح الشريرة، لكن أول ما خلصوا مهمة وصلت لهاراما رسالة عن مهمة جديدة، وكان الشغل مش ناوي يسيبه يرتاح. وفي اليوم التالي ميناتو خرج عشان يتسوق، ولما كان على وشك الرجوع إلى البيت لاحظ إن كل الناس في الشوارع مركزة معاه وبيبصوله باستغراب. بعضهم سماه مروض الطيور، والبعض قال إنه النسخة التالتة من باتمان، وغيرهم أطلق عليه اسم فتى الحمام لأنه كان ماشي وحواليه طيور من كل الأنواع. ميناتو اتوتر جدا من الاهتمام المفاجئ وقرر يهرب من المنطقة في أسرع وقت. بص للعنقاء وقال له إن نفس الموقف بيتكرر كل مرة يخرجوا فيها مع بعض، والكتكوت الصغير أكد كلامه كأنه شايف إن الموضوع طبيعي جدا. وفي اللحظة دي ميناتو قابل البستاني المحلي اللي كان قص سياج إحدى الحدائق وحوله لتمثال غريب بوجود مرعبة. ميناتو سلم عليه وسأله ليه حول السياج إلى الأشكال العجيبة دي. البستاني قال له إن صاحب البيت طلب منه يسيب إبداعه يظهر ويعمل اللي هو عاوزه، وبعدها قال إن من ساعة ما اشتغل في حديقة ميناتو هو شغله بيتحسن يوم بعد يوم، وحتى حالته الجسدية اتحسنت وبقى حاسس إنه في أفضل صحة مرت عليه في حياته. وفجأة مجموعة من الحمام نزلت ووقفت فوق تماثيل العشب. ميناتو جري من المكان بسرعة قبل ما الحمام يلون شغل البستاني كله باللون الأبيض ويضيع تعبه. وفي البيت ياما حس إن في حاجة غريبة بتحصل، وفي نفس اللحظة أتباعه وصلوا عشان يحذروه إن عدد كبير من العوالم الأسطورية المهجورة بدأ يفتح في الجبال، وميناتو لسه مرجعش إلى البيت. ياما قال لهم إن مفيش داعي للقلق طول ما بابا موجود، وبعدها قرر يتعامل مع العوامل الأسطورية بنفسه وطار ناحيتها، وأتباعه اتحركوا وراه. وفي الوقت دوت ميناتو كان لسه ماشي في طريق الرجوع، لكنه لاحظ فجأة إن كل الطيور اللي كانت حواليه اختفت. وقف محتار وبدأ يدور عليهم، وفجأة ظهر راين وفوجن قدامه وطلبوا منه يرجع إلى البيت بأسرع وقت. قالوا له إن النهاردة بيشهد انتشار مفاجئ للعوالم الأسطورية المهجورة والأرواح الشريرة. ميناتو فهم موضوع الأرواح لكنه ما كانش عارف إيه المقصود بالعوالم الأسطورية المهجورة. السحرة شرحوا له إن العالم فيه ملايين السحرة، وفي عدد أكبر من العوالم الأسطورية وهي أراضي أسطورية شبه حديقة ميناتو. بعض العوالم دي بتبقى مهجورة بعد ما بتسيبها السحرة اللي صنعتها، وفي وقت تاني بتظهر بوابتها فجأة من عالم البشر. وفي اللحظة دي ظهرت بوابة لأحد العوالم الأسطورية في السماء قدامهم. فراين استخدم البرق بتاعه وأغلقها فورا. ميناتو اتصدم من المنظر، والسحرة قالوا له إن البوابات دي ممكن تظهر في أي وقت، وفي بعض الأحيان بتسحب البشر إلى داخلها. ميناتو فهم خطورة الموقف وافتكر إن الطيور اللي اختفت ممكن تكون دخلت واحدة من البوابات، لكن راين وفوجن قالوا له ما يبقاش
هادي بالشكل ده، لان اكتر واحد معرض للخطر هو ميناتو نفسه. وضحوا له ان توافقه مع العناصر الاسطوريه مرتفع جدا، ولو بوابه سحبته الى عالم الهي مش هيقدر يخرج منه لوحده. ميناتو شكرهم على التحذير ووعدهم انه هياخد باله، وبعدها التوأم الاسطوري قرروا يمشوا، لكن قبل ما يختفوا قالوا له انه ياما خرج بالفعل وهو بيغلق البوابات الموجوده في الجبال. ميناتو بدأ يقلق، وبدل ما يرجع الى البيت من الطريق المعتاد قرر يستخدم طريق مختصر عشان يوصل اسرع. وهو ماشي لمح معبد قديم ومتهالك وشكله الغريب شد انتباهه، وفجأة روحان غير مرئيان همسوا في ودانه وقالوا له يبعد عن المكان فورا. لكن ميناتو اختار اللحظة دي بالذات عشان ودانه تسد وما يسمعش التحذير، وفضل واقف بيبص للمعبد زي العبيط. وفجأة بوابة المعبد اتفتحت وظهر جواها مدخل لبعد تاني، وبدأ يسحب ميناتو ناحيته بقوة. ميناتو حاول يقاوم لكنه ما قدرش يتحمل قوة السحب. العنقاء قرر يساعده، فقفز من شنطته وتحول على هيئة أسطورية مهيبة، لكن واضح ان التحول ده كان كله عشان المنظرة وجمع الهبة بس، لانه فقد قوته بعد ثواني ورجع لهيئة الكتكوت واتسحب مع ميناتو الى داخل البوابة. الاتنين صحيوا في غابة مغطية طحالب ارضها بالكامل. ميناتو حس ان التنفس جوه العالم الاسطوري صعب جدا، فبدأ يدور على اي مخرج، لكنه لاحظ مجموعة كبيرة من الصناديق الخشبية مرمية على الأرض. افتكر وقتها إن ياما قال له قبل كده إن الأراضي الأسطورية بتعكس عقله وشخصية اللي صنعها، وبتتحول إلى المكان اللي بيحس بيه بأكبر قدر من الراحة. عشان كده ميناتو استنتج إن صاحبة المكان أكيد بتحب الصناديق جدا. وفي اللحظة دي لقى كهف ضخم قدامه. دخل الكهف لكنه اكتشف إن الهواء جواه أكثف وأصعب في التنفس، وكان بيلسع جسمه كأنه مليان شوك. ورغم كده استمر في المشي إلى إنه لقى ست نايمة جوه الكهف. ميناتو اتوتر في الأول لكنه فكر إنها ممكن تكون السحرة اللي صنعت العالم الأسطوري ده. وفجأة الست صحيت وبدأت تشتكي من إن تهوية الكهف سيئة جدا، لكنها في نفس الوقت كانت كسولة لدرجة إنها مش مستعدة تعمل أي حاجة عشان تحسنها. ميناتو نادى على السحرة الكسولة اللي ما عندهاش أي ذرة حماس وسألها إذا كان هي اللي صنعت العالم الأسطوري ده. الست أكدته إنها فعلا صاحبته، وبعدها سألته باستغراب إنسان بيعمل إيه هنا. وبعدها لاحظت العنقاء قاعد جوه شنطة الوسط بتاعت ميناتو، فزاد استغرابها اكتر. سألته مرة تانية اذا كان ضل طريقه لانها متأكدة انه ما استدعتهوش الى هنا. ميناتو شرح لها ان عدد كبير من بوابات العوالم الاسطورية المهجورة ظهر على الارض فجأة. اول ما الساحرة سمعت وصف عالمها بانه مهجور اتضايقت جدا واعترضت، وقالت له ان بيتها مش مهجور وانها لسه عايشة فيه. بتلاحظ ان قوتها ضعفت جدا، وميناتو بيأكد لها ان السبب هو ان المزار بتاعها بقاله فترة طويلة محدش اهتم بيه. وفي الوقت ده السحرة كانت قاعدة مرتاحة وبتتفرج عليه وهو بيعمل كل الشغل لوحده. وفي نفس التوقيت كان ياما وأتباعه مشغولين بتنظيف العوالم الأسطورية المهجورة اللي بدأت تظهر في السماء. وبعد ما بيخلصوا من واحدة منها ياما بيقول لأتباعه إنه لازم يتحركوا بسرعة عشان ينقذوا ميناتو. أتباعه بيتفاجئوا جدا، لكن ياما بتشرح لهم إنه من شوية سمع صرخ الطائر الفينيقو وهو بيطلب المساعدة، وده معناه إن ميناتو غالبا وقع في ورطة كبيرة. الكل بيستعد عشان يدور عليه وينقذه، لكن فجأة عدد كبير من البوابات بيبدأ يظهر في السماء، والأخطر إن البوابات دي كلها كانت متجهة ناحية بيت ميناتو. ياما بيحس إن التخلص من العدد ده بسرعة هيكون صعب جدا، لكن في اللحظة المناسبة بيظهر فوجين وراه بيستخدموا قوتهم عشان يدمروا البوابات، وبعدها بيعرضوا على ياما إنهم يساعدوه. وياما طبعا بيفرح جدا بانضمامهم للفريق. الإلهين التوأم بيقولوا لياما إنه ممكن يرتاح شوية ويسيب الباقي عليهم، لكن ياما بدل ما ياخد راحة بيقرر يستعرض قوته ويطلق زئير مرعب محمل بهالة قوية جدا، وينجح بزئير واحد بس في تدمير مجموعة كبيرة من البوابات. وفي الناحية التانية ميناتو بيكون خلص رمي كل الصناديق الخشبية جوه البوابة، والساحرة بتكون مبسوطة جدا من شغله. لكن المشكلة الأساسية لسه ما اتحلتش، لأن ريحة الكهف والهواء الكاتمة اللي جواه كانوا لسه زي ما هما. لحسن الحظ ميناتو بيفتكر حل سريع وذكي وبيطلع مجموعة من أوراق شجرة الكافور الأسطورية اللي موجودة في جنيته، وبعدها بيستخدمها عشان يطرد الريحة المقرفة والهواء الفاسد اللي اتجمع جوه الكهف على مدار أكتر من 1000 سنة. الساحرة بتنبهر جدا بالنتيجة وبتسأله باستغراب عن نوع الأوراق دي. ميناتو بيشرح لها إنها أوراق من شجرة كافور أسطورية موجودة في جنينته، والساحرة بتسأله إذا كان بيمشي شايل الأوراق دي معاه طول الوقت. ميناتو بيأكد لها إن الأوراق دي أنقذت حياته من فترة قريبة، وعلشان كده بقى حريص إنه ياخد منها معاه في أي مكان يروحه. الساحرة بتتحمس جدا وبتسأله إذا كان معاه كمية زيادة من الأوراق،
لانها عاوزه تاخد منها، وميناتو بيوافق من غير تردد وبيديها شويه منها. الساحره بتمسك واحده من الاوراق وتقربها من مناخيرها، وبمجرد ما تشم ريحتها القويه والمنعشه بتعجب بيها جدا، وبتقرر تكافئ ميناتو على كل الشغل اللي عمله، وبتقول له انها هتمنحه جزء من قوتها. وقبل ما ميناتو حتى يلحق يرد او يفهم اللي بيحصل، الساحره بتمد صباعها ناحيه راسه وبتنقل له قوتها بطريقه سحريه ومن غير اي مقدمات. ميناتو بيسالها باستغراب عن طبيعه القوه اللي اديتها له، والساحره بتقول له انها قوه الختم، وبعدها بتشرح له ان القوه دي بتسمح له بختم حاجات مش ممكن العين تشوفها، زي المشاعر السلبيه والرغبات المزعجه والقوه الخارقه واي شيء مشابه. وبتقول له انه يقدر يستخدم القوه دي عشان يحبس الحاجات دي جواه اي شيء يختاره. وفي اللحظه دي ميناتو اخيرا بيفهم السبب الحقيقي ورا وجود كل الصناديق الخشبيه اللي كانت ماليه الكهف. الساحرة كانت بتأكد له إن الناس كانوا بيدعوا لها وبيطلبوا منها إنها تخلصهم من مشاعرهم السلبية أو رغباتهم المزعجة، وهي كانت بتاخد المشاعر والرغبات دي وتحطها جوه الصناديق الخشبية وتقفل عليها باستخدام قوة الختم. وبتوضح لميناتو إنه مش لازم يستخدم صناديق خشبية زيها، وإنه يقدر يختم أي حاجة جوه أي وعاء أو غرض يكون مناسب ومريح بالنسبة له. وكمان بتأكد له إنه مش مجبر يستخدم القوة دي أصلا، ولو فضل يتدرب عليها لحد ما يتحكم فيها بشكل كامل ممكن حتى يختم القوة نفسها لو حس إنه مش عاوزها. لكن وهي بتشرح له الكلام ده، النعاس بيبدأ يغلبها وصوتها بيهدى واحدة واحدة. هو بعد ثواني بتنام في نص الكلام. ميناتو بيبدأ يقلق ويحاول يصحيها لأنه لسه ما يعرفش فين المخرج ولا إزاي يقدر يرجع لعالمه. لكن الساحرة كانت دخلت جوه نوم عميق لدرجة إنها ما بقتش سامعاه أصلا. ميناتو بيقف محتار وبيسأل نفسه إذا كان من الحكمة إنه يحاول يصحي ساحرة نايمة بالقوة، ولا ممكن الحركة دي تخليها تغضب عليه وتختمه هو شخصيا جوه واحد من الصناديق. لكن قبل ما يقرر يعمل إيه بيسمع فجأة أصوات أتباع ياما، وبعدها بيظهروا قدامه من خلال بوابة بيضاء. ميناتو بيفرح جدا أول ما بيشوفهم، وبيتحرك بسرعة وبيخرج من العالم الأسطوري عن طريق البوابة اللي فتحوها. أتباع ياما بيعتذروا له إنهم اتأخروا في إنقاذه، وبيشرحوا له إنهم كانوا مشغولين جدا بسبب العدد الكبير من العوالم والبوابات الأسطورية اللي ظهرت في نفس الوقت. وبيقولوا له إنه أكيد الفترة اللي قضاها جوه العالم الأسطوري كانت مرعبة ومليانة توتر. لكن ميناتو بيرد عليهم وبيقول لهم إنه كان مع ساحرة قديمة جدا، وكل اللي يقدر يقولوا عنها إنها كانت كسولة ومفيش عندها أي حماس تعمل أي حاجة بنفسها. بعدها بيحكي لهم إنها منحته قوة جديدة بتسمح له بختم الأشياء. وأول ما أتباع ياما بيسمعوا وصفه بيقولوا له إن السحر دي أكيد كانت أماتيراسو. ميناتو بيتصدم جدا لما بيسمع الاسم، لأن أماتيراسو هي ساحرة الشمس وواحدة من أهم وأعظم السحرة في الأساطير اليابانية، وهو عمره ما كان يتخيل إن شكلها أو شخصيتها هيكونوا بالشكل الكسول والغريب دوت. وبعدها ميناتو وأتباع ياما يبدأوا رحلة الرجوع للبيت، وفي الطريق ميناتو بيسألهم إزاي قدروا يعرفوا مكانه ويوصلوا له. هما يشرحوا له إن صرخة طائر الفينيكس ساعدتهم في تحديد آخر مكان كان موجود فيه قبل ما يختفي. وساعتها ميناتو بيفهم إن الفونيك مطلقش صرخته وتحول للشكل القوي لمجرد الاستعراض، لكنه كان بيحاول يطلب المساعدة وينقذه. أتباع ياما بيقولوا له كمان إنه لازم يشكر أرواح الرياح لأنها هي اللي أرشدتهم للمكان وساعدتهم يوصلوا إليه. ميناتو بيستغرب جدا من الكلام ده، فبيسألوه إذا كان مسمعش أي أصوات بتحذره قبل ما العالم الأسطوري يسحبه لجواه. ميناتو بيفتكر إن فعلا كان في أصوات بتحذره من الخطر، لكنه وقتها ما فهمش الأصوات دي جاية منين ولا مين اللي بيكلمه. أتباع ياما بيشرحوا له إن ملاحظة الأرواح والرياح وسماعها بوضوح لسه صعبة عليه في الوقت الحالي، لكنه لو ركز كويس هيقدر يحس بوجودها ويسمع كلامها. ميناتو بينفذ نصيحتهم ويغمض عينه ويركز بكل قوته، وبعد لحظات فعلا بيقدر يسمع أصوات أرواح الرياح وهي بتقوله إنها سعيدة جدا لأنه نجا ورجع بالسلامة. صحيح إنه لسه مش قادر يشوفهم بعينيه، لكنه بيشكرهم من قلبه على إنهم حذروه وساعدوا أصحابه يوصلوا له ويخرجوه من العالم الأسطوري. وبعد وقت قصير ميناتو بيرجع أخيرا للبيت وهو جايب معاه شوية حلويات للجميع، لكن أول ما يدخل بيتفاجئ إن ياما رجع تاني لشكله الصغير، وده بسبب إنه استهلك كل قوته وهو بيدمر البوابات والعالم الأسطوري. ياما بيحاول يحافظ على هيبته وبيقوله إنه أول ما ياكل الحلويات اللي ميناتو بيجابها قوته هترجع بسرعة وهيستعيد شكله الأسطوري والمهيب من جديد. لكن ميناتو بدل ما يتعامل معاه كزعيم جبل أسطوري بيبصله ويقوله إن شكله لطيف جدا وهو صغير، وإن حجمه الحالي مناسب تماما عشان يلعب مع باقي السحرة الصغيرة. طبعا ياما ما بيعجبوش الكلام ده نهائي وبيتضايق جدا، ويفكر ميناتو إنه إله جبل محترم وله مكانته ومش مجرد جرو صغير ولطيف. ولو انت وصلت لحد اللحظة ديت ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وشكرا ليكم على المشاهدة واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.